بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة أهل الحديث والأثر وبالتنسيق مع دور الحديث وغيرها من مدن المملكة المغربية حرسها الله تعالى أن يقدموا لكم تسجيلا لمحاضرة علمية ضمن فعاليات سلسلة لقاءات الإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى من اقتفى أثره وسار على نهجه ورضوانه. أما بعد، فحياكم الله معاشر الحضور الكرام، وبادئ في بدء أعزي نفسي وإخواني في بلدنا الحبيب وفي هذا الوطن الطيب، وأعزي المسلمين عموما في كل مكان في هذا البلاء الذي حل بنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. أجارنا الله تعالى في مصيبتنا وغفر لأمواتنا وأبدلنا خيرا منهم وأبدلهم خيرا منا. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لإخواننا الذين ماتوا في هذا الزلزال، وتقبلهم عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم اكتبهم في أعلى عليين وارفع درجاتهم في الصالحين. اللهم اشف جرحانا وارحم موتانا. اللهم آمن خوفنا وروعنا. اللهم أصلح حالنا وثبت تحت الأرض أقدامنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نسأل الله تعالى أن يرحمهم برحمة، أن يشفي مرضاهم، وأن يجبر كسرهم، وأن يكسو عاريهم، ويطعم جائعهم، وأن ينفس كربهم. حقيقة وددت أن أذكر إخواني لولا أن المقام لا يسمح بما ينبغي علينا مما ينصح به علماؤنا تجاه هذه الابتلاءات وهذه الإحن التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها المسلمين، التي لا نختلف أنها تنبيه من الله تبارك وتعالى لنا حتى نتوب إليه ونرجع إليه ونرعوي عما نحن سائرون فيه من إقبال على المعاصي وإدبار على الطاعات إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وأنوه أيضا على أمر هم بالمسلمين عموما وبنا معاشر أهل السنة على وجه الخصوص أن نعنى به، وهو باب التعاون والتكافل في مثل هذه الأزمات التي تحل بالمسلمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يمنع من مثل هذه الأمور، بل أرشد إليها. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالله في هذا الأمر، فإنه يحسن بنا في مثل هذا المقام أن نبرز لأهل السنة ونبرز للمسلمين عموما أننا يد واحدة متكافلون مجتمعون والحمد لله، ولا ننتظر من غير المسلمين أن يمدوا لنا العون، في حين أن بإمكان كل واحد منا أن يسهم بما وفقه الله تبارك وتعالى ليغطي حاجات إخوانه المبتلين. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب
يوم القيامة. وأنا لا أريد أن أطنب في هذا وأطيل فيه، لعل أخي حاتم وفقه الله يذكرنا بشيء مما يصلح في هذا المقام. وبعد أيها الإخوة الكرام، فحياكم الله، والحمد لله على تيسير هذا اللقاء الذي ينعقد ضمن فعاليات هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي عنون لها بالإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة. فجزى الله علمية حول الصحابة، فجزى الله خيرا إخواننا القائمين على هذه الدورة وهذه النشاطات الدعوية النافعة، خاصة في مثل هذه الأوقات، وخاصة مثل هذه المباحث. أقول في هذه الأوقات التي تطاول فيها كثير من السفهاء وكثير من الأغرار على جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من بني جلدتنا ويدعون أنهم يتكلمون بألسنتنا، فتناولوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب وبالشتم وبالتنقص وبالثلب. والصحابة رضي الله عنهم هم من هم خير الأصحاب لخير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم من أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وهم من زكاهم وتربى عنهم سبحانه وتعالى، هم من شهدوا الوحي والتنزيل رسالته عليه الصلاة والسلام، صبروا معه على الأذى وصبروا معه على الكيد في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، جاهدوا معه عليه الصلاة والسلام بكل مقومات الجهاد وبكل ما يحتاج إليه من جهاد بالكلمة وبالبيان، وجهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالأموال والأنفس. وهم الذين عاينت أعينهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصحبت أنفاسهم أنفاسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكلماتهم كلماته، وآثارهم آثاره عليه الصلاة والسلام، بل خطواتهم خطواته عليه الصلاة والسلام، ورضي عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم عدول في أعلى درجات الثقة، فيبحث في عدالة رواية من دونهم ولا يبحث في عدالتهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى تكفل بتزكيتهم وتكفل بالثناء عليهم، فهم جاوزوا قنطرة البحث في التزكية وجاوزوا قنطرة البحث في العدالة والثقة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن أهل السنة يعتقدون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متفاوتون في الفضل، وذلك بحسب الإسلام وحسب الهجرة والإيواء والنصرة والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، حيث فضل الله تبارك وتعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على من كان بعد الهجرة، كما نص على ذلك ربنا تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وكلا وعد الله الحسنى، فكل الصحابة رضي الله عنهم أولو فضل، وأعد الله تبارك وتعالى لهم الحسنى، ولكن فضل فئات منهم على فئات أخرى. يقول تعالى كما في مناقبه للبيهقي: قال: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم.
فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، فهم أدوا لنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا الوحي والتنزيل، وشاهدوا الوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا. انتبهوا، قال وهم فوقنا فوق علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في أصول السنة له، قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم بالخلافة وكلهم إمام. قال رحمه الله ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر. ما هو حديث ابن عمر؟ قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعدهم أصحاب الشورى وأهل بدر من المجاهدين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة التي حوت عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال رحمه الله تعالى أيضا في موضع آخر، قال وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أبو الحسن الأشعري مبينا عقيدة أهل السنة في السلف الصالح رحمهم الله، قال ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بفضائلهم ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضوان الله عليهم، ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى مبينا عقيدة أهل الأثر في ترتيب الخلافة، قال رحمه الله ويثبت أصحاب الحديث أي أهل السنة والجماعة، ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به، حتى جعل الأمر إليه أي إلى عثمان رضي الله عنه، ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منه رضي الله عنه أحق بالخلافة وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين نصر الله بهم الدين وقهر وفسر بمكانهم المفسدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى مبينا
أن صديق الأمة رضي الله عنه أحق الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو أحق الخلق أو هو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن أيها الإخوة الكرام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتون في الفضل هنا في الدرجات، بعضهم أرفع من بعض وبعضهم أميز من بعض، فهم يتميزون عن غيرهم من بقية الصحابة رضي الله عنهم، سواء العشرة المبشرين باقي العشرة المبشرين أو أهل بيعة الرضوان أو بيعة بدر أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكل صحب رسول الشرين باقي العشرة المبشرين أو أهل بيعة الرضوان أو بيعة بدر أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الفضائل والمناقب ما كتبت فيه الكتب الطوال وألفت فيه المؤلفات ذوات العدد، مما لا يسع طالب العلم على مر حياته أن يمر على جميعها. ولعلنا نعطر مجلسنا أيها الإخوة الكرام بذكر شيء من فضائل هؤلاء الأعلام الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، أعني الخلفاء الراشدين. ونبدأ بأولهم وهو صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر أيها الإخوة الكرام ما كنيته؟ لا أبو قحافة اسم والده، كنيته والده، كنيته أبو بكر يا مشايخ، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر. أبو بكر هذه كنيته واسمه عبد الله على المشهور عند العلماء. طيب ما لقبه؟ هذه صفته. أحسنت، عتيق، كنيته عتيق. لماذا سمي عتيقا رضي الله عنه؟ أنتم اعتدتم طريقتي، أنا دائما أحاول إخواني في المجلس أجعله مجلس مدارسة وليس محاضرة. هذا قول. قيل اسمه عتيقا لأنه كان كثير العتق، ومن أشهر من أعتقه رضي الله عنه بلال رضي الله عنه، بلال بن رباح. وقيل لعتاقة وجهه لأنه كان جميل الوجه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل لأن أمه كانت تلد ولا يعيش أبناؤها، فدعت الله تبارك وتعالى وقيل نذرت إن أعتق الله تبارك وتعالى ابن هذاك الذي كان هو أبا بكر أن توفي بنذرها، فرزقها الله تبارك وتعالى أبا بكر واشتهر بهذا اللقب الذي هو عتيق، فهو فعيل بمعنى مفعول، عتيق بمعنى معتوق رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أرى الآن أني بحاجة إلى أن نتدارس الفرق بين اللقب والكنية، لأن اختلطت أقوال الإخوة. ما هو اللقب وما هي الكنية؟ وهذا داخل في موضوعنا على كل حال. أنت تحوم حول الحمى لعلنا كما قيل نوقعك فيه. الكنية هي ما صدر الكنية عموما، يعني كل واحد منا له كنية. الكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان وأم فلان، هذه كنية. واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، يقال فلان الكريم، فلان الشجاع، فلان الجواد، وقال فلان بخيل، فلان الجبان، وهكذا.
طيب هذه لعلها من الفروق. إذن أيها الإخوة الكرام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول الخلفاء الراشدين وأفضلهم على الإطلاق. أبو بكر ابن عثمان، وكنية والده أبو قحافة، ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن غالب القرشي، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب. أبو بكر أيها الإخوة الكرام هو أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، وهو صديق الأمة، رجل عظيم القدر، رفيع الشأن، شديد الحياء، كثير الورع رضي الله عنه وأرضاه، حازم رحيم وتاجر كريم، شريف النسب، غني بماله وجاهه وأخلاقه، لم يثبت عنه أنه شرب الخمر قط ولا قاربها، وذلك لأنه سليم الفطرة وسليم العقل. كذلك لم يثبت عنه رضي الله عنه أنه عبد صنما قط رضي الله عنه وأرضاه، بل كان يكثر التبرؤ منها، ولم تؤثر عنه رضي الله عنه كذبة قط طوال حياته، لم يؤثر عنه كذب ولو كذبة واحدة. وهو من نصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خذله الناس، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعالى في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا أيها الإخوة الكرام بإجماع المسلمين أن المراد بالصاحب في هذه الآية، المراد بالصاحب المذكور في هذه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله وغفر له بعد قوله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: وهذه مرتبة عظمى وفضيلة شماء لم يكن لبشر أن يخبر عن الله سبحانه أنه ثالث اثنين أحدهما أبو بكر، كما أنه قال مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تعالى والذي جاء بالصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد صلى الله عليه وسلم، قال وصدق به أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه الآية أيضا تضمنت يعني فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة للخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه، وهي أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة المباركة من مكة إلى المدينة، وشهد له رب العالمين فيها بأنه صاحب رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وروى الشيخان أيضا في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا الحديث أيضا تضمن منقبة جليلة وظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه، وهذه المنقبة هي أنه ثالث اثنين أو ثاني اثنين ثالثهما رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا قال العلامة النووي رحمه الله، قال: وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وهي من أجل مناقبه. والفضيلة قال من أوجه، الفضيلة في هذا الحديث من أوجه، قال منها هذا اللفظ اثنين الله ثالثهما، قال ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة الناس فيه. ومنها جعله نفسه وقاية لغيره، ومنها جعله وقاية لغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. روى البخاري أيها الأخوة الكرام بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال:
إن عبدا خير بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. إن عبدا خير بين الدنيا وما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فأجبنا لبكائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو أحمد خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي رواية لفظ عند مسلم لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال هو من الامتنان، في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو من الامتنان، يعني أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لصار يمتن بها. وهذا يؤيده ما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما التي فيها ليس أحد أمن علي من أمتي، هذا يؤيد هذا القول. أيضا في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فضيلة ظاهرة لصديق الأمة رضي الله عنه دون سواه، وأنه رضي الله عنه كان مؤهلا لأن يكون خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا المانع المذكور في هذا الحديث. فهذه منقبة عظيمة جليلة لم يشارك فيها أحد رضي الله عنه وأرضاه. أيضا روى الشيخان من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ وهنا السؤال عام، الناس هذا يستخدم عام يستغرق الذكور والإناث الرجال والنساء. قال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. قال فقلت من الرجال؟ هنا خصص. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر رضي الله عنه، ثم عد رجالا. فهذا الحديث فيه أيضا تصريح بفضيلة هؤلاء الثلاثة الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من؟ قال عمر رضي الله عنه، ثم عد رجالا. فهذا الحديث فيه أيضا تصريح بفضيلة هؤلاء الثلاثة الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. على كل حال قد انعقد الإجماع على أفضلية الصديق رضي الله عنه. فقد روى أبو طالب العشاري بإسناده إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أغرى بالمهاجرين والأنصار وطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل أبي بكر أيها الإخوة الكرام وصفه بالصديق، وقد تقدمت نصوص في ذلك، فقد ثبت له اسم الصديق في نصوص عديدة جدا، منها وصف النبي صلى الله عليه وسلم له في الحديث الذي ورد في الصحيحين رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل يهتز، فقال عليه الصلاة والسلام اثبت أحد، وكذا برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم والصديق هو أبو بكر والشهيدان هما من؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما. وجاء في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ولا يخاف أن يقبل منه ويخاف أن لا يقبل منه. وهذه الصفات كلها كانت في أبي بكر رضي الله عنه. من فضائل صديق الأمة أيها الإخوة الكرام بشره بالجنة، وهذه أعظم مطلوب لكل مؤمن. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل هو أول العشرة المبشرين بالجنة. أخرج الترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة
وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعد رجالا. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويتخيلهم بالتذكير والموعظة، فسألهم يوما فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال عليه الصلاة والسلام فمن تبع منكم اليوم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال عليه الصلاة والسلام فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وأنتم سمعتم أن صديق الأمة رضي الله عنه قد اجتمعت فيه هذه الخصال كما نص على ذلك بنفسه وكما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، حائط يعني بستان من بساتين المدينة. قال فجاء رجل فاستفتح طلب أن يفتح له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، افتح له وبشره بالجنة. قال ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر. قال فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل، استفتح يعني طلب أن يفتح له، لأن السين والتاء إذا دخلت على الفعل دلت على الطلب في غالب الأحوال إلا ما استثني كقوله تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله، هذه ليست للطلب، وإلا الأصل أن تكون للسين والتاء دخولها على الفعل يدل على الطلب. قال ثم استفتح رجل فقال افتح له فإذا هو عمر. قال فبشره بالجنة. قال فبشرته فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال افتح له ففتح له. قال فبشره بالجنة، فبشره بالجنة فبشره فإذا هو عثمان رضي الله عنه. فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فحمد الله تبارك وتعالى ثم قال الله المستعان. وفي البخاري أيضا أيها الأحبة الكرام جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعليكم السلام ورحمة الله قال رضي الله عنه قال بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أبو بكر رضي الله عنه حريص على الطاعات ويعلم أنه يحرص على أنواع هذه الطاعات ويريد أن يلج الجنة من كل أبوابها. فقال رضي الله عنه فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجا أو زوجين من ماله أراه الله، من أنفق زوجا أو زوجين قال أراه في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا مسلم هذا خير هلم إليه. فقال أبو بكر هذا رجل لا تعدى عليه ويخاف عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك يا رسول الله. من فضائله أيها الإخوة الكرام أول من بذل نفسه في نصرة الإسلام، وأول من بذل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من بذل ماله لنصرة دين الإسلام. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى
قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، أي فداء لك يا رسول الله. من فضائله أيضا أن الكفار المشركون يعرفون فضله ومكانته أكثر من أهل الزندقة وأكثر من أهل البدع. نعم، يعرفون مكانته ويهابونه أكثر من أهل الزندقة وأهل الزيغ وأهل البدع. جاء في البخاري قال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات. أبو سفيان قال قبل إسلامه، قال: أفي القوم محمد 3 مرات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أفة 3 مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله. قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددتهم لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها لم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: أعلو هبل. وقلنا هذا قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: إننا للعزى ولا عزى لكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعاد، قال: ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ قال: لعلمه ولعلم قومه أنهم قوام الإسلام. قال: لم يسأل عن هؤلاء الثلاثة. أبو سفيان ما سأل عن غيرهم من الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفه عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما سأل إلا عن هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ لأنه يعلم أنهم قيام الإسلام وأنهم من أعمدة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. من فضائله أيها الإخوة الكرام مضاجعته النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في قبره. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: روي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن منزلة الصديق والفاروق من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته، هم قريبون منه في مماته، مدفونون بجانبه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان شأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت لا تسمع إلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. خلافا لما يروجه اليوم بعض من امتهنوا مهنة التمثيل وامتهنوا مهنة تقليد الصحابة رضي الله عنهم، وهم لم يصلوا قلامة ظفر أصغارهم وليس فيهم صغير رضي الله عنهم. يمثلونهم ويغمطون الشيخين وباقي الخلفاء الراشدين حقهم ويغبطوا ويخفون كأنه لا دور، وباقي الخلفاء الراشدين حقهم ويغبطوا ويخفون كأنه لا دور لهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما قدمنا قبل قليل ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر معه صاحبه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر، وما نرى هؤلاء الذين شأنهم كما ذكرنا إلا مدسوسون، وما يفعل هذا إلا أعداء الإسلام الذين يريدون إسقاط جبلين من جبال الإسلام، هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن باقي الصحابة الأطهار. من فضائله أيها الإخوة الكرام رضي الله عنه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به، ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به لعلمه بصدق إيمانه وقوة يقينه وكمال معرفته بعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. جاء في البخاري: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب، مر عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي
طلب الراعي ماذا؟ طلب الذئب. قال فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ قال وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها أثقلها، وضع عليها أثقالا. قال فالتفتت إليه فكلمته، أي البقرة كلمته، فقالت يعني البقرة إني لم أخلق لهذا. فكلمت البقرة. عجيب صح ولا لا؟ نعم. الصحابة رضي الله عنهم قالوا سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، مع أن النبي صلى الله مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، لكن لعلمه بيقينهما وتصديقهما به صلى الله عليه وسلم حتى في أمور الغيب، حتى فيما يتعجب منه. جاء في الرواية أنه أقسم أنه يؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. من فضائله أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يعلم أصحابه ورضوان الله عليهم مكانته. كان حريصا على أن يعرف الصحابة الكرام والمسلمون عموما مكانة صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. جاء في البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى ألبى عن ركبتيه، حتى ألبى أسفر عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر حتى ألبى عن ركبتيه، حتى ألبى أسفر عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. فسلم يعني أبو بكر وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، حصل بيننا شيء، وهذا يحصل بين الإخوان وبين الناس القريبين من بعضهم، هذا أمر طبيعي. قال فأسرعت إليه فندمت. فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر نادما عما حصل بينهما. قال فسألته أن يغفر لي فأبى عليه. أبو بكر رضي الله عنه أبى عليه أن يسامحه في تلك اللحظة، ربما لشدة غضب مما يعترض طبيعة الإنسان. قال فأقبلت إليك، أي قبلت إليك يا رسول الله. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر، ندم أن لم يغفر له، فأتى منزل أبي بكر تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر رضي الله عنه. قال حتى أشفق أبو بكر، حتى خاف عليه أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا يكون الإخوان. هذا فيه من الدروس للأسف ما ليس المقام سامحا بالإطناب فيه والكلام فيه. قال فجثى على ركبتيه، أبي بكر رضي الله عنه جثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. قال والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر رضي الله عنه وقال أبو بكر صدق ووصاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه مكانة أبي بكر في هذا الدرس الماتع، فلم يجسر أحد من الصحابة على إغضاب أبي بكر رضي الله عنه وآبة على إغضاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدها. كان كل الصحابة رضي الله عنهم يقدرون قدر صديق الأمة، ويأتي اليوم من السفهاء الأغرار ومن الجهال الذين لم يشموا رائحة العلم ويقعد على أريكته ويضع كاميرا هاتفه أمامه ويتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقذى وبالقذف وبالسب والشتم والتنقص والسلب والاستهزاء، وكل هذه الصفات ربما لم ينفك عنها هو لجهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الأشرار أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبح الله الروافض والخوارج وكل من قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائله أيها الأحبة الكرام جهاده بالسيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثباته وعدم تخلفه في أي غزوة من غزواته. قال شيخ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثباته وعدم تخلفه في أي غزوة من غزواته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال العلماء
صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم إلى حين توفي، لم يفارقه سفرا ولا حذرا إلا فيما أذن له صلى الله عليه وسلم فيه من حج وغزو، وشهد معه المشاهد كلها. وقال ابن سعد يعني في طبقاته قال: وقالوا وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك لأبي بكر وكانت سوداء، وكان ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين، يوم أحد حين ولى الناس. من فضائله أيها الإخوة الكرام أنه من أزهد الناس ومن أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: يقولون أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد الشرعي أبو بكر وعمر. انتهى من كلامه رحمه الله تعالى في المنهاج. من فضائله أيها الإخوة الكرام كذلك أنه من أشجع الناس كما قلنا، وهذا يعرفه من عرف سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبارهم، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه باشر الأهوال كلها، وكان يباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام إلى آخره، لم يجبن ولم يحرج ولم يفشل في يوم من الأيام. وكان يقدم رضي الله عنه في المخاوف ويقي النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه بنفسه، ويجاهد المشركين تارة بيده وتارة بسنانه وتارة بلسانه وتارة بماله رضي الله عنه وأرضاه، وكله إقدام وكله جرأة ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوم بدر في العريش، يوم بدر كان في العريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه بأن العدو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت القلب رابط الجأش يعاون النبي صلى الله عليه وسلم ويدب عنه ويدافع عنه ويخبره أن واثقون بنصر الله تبارك وتعالى فإن معك ثابتون رضي الله عنه وأرضاه. والمسلمون كما قال شيخ الإسلام كانت لهم هزيمتان، المسلمون كانت لهم هزيمتان صح؟ ما هما؟ احنا في القرآن يوم أحد وحنين، يوم أحد ويوم حنين. طيب قال رحمه الله تعالى في شيخ الإسلام: المسلمون كانت لهم هزيمتان يوم أحد ويوم حنين. قال: والثابت في السير والمغازي. في شيخ الإسلام: المسلمون كانت لهم هزيمتان يوم أحد ويوم حنين. قال: والثابت في السير والمغازي أن أبا بكر وعمر كانا ثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين، ولم ينهزما مع من انهزم، لم يفر مع من فر في غزوة أحد لما فشل المسلمون. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة حتى أوهنت العقول وطاشت، فمن الصحابة رضي الله عنهم من أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقعد، ومنهم من أصابه الدهش فصار لا يعرف من مر أمامه ولا من سلم عليه. وأكثر الأعراب كانوا قد ارتدوا، فوفق الله تبارك وتعالى صديق الأمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من فضائله أيها الإخوة الكرام مدافعته للنبي صلى الله عليه وسلم لما خنقه عقبة بن أبي معيط، لما خنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه كما هو ثابت في البخاري، وذلك لما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أشد ما لاقاه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فوضع رداءه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
وكان رضي الله عنه يجاهد الكفار تارة بلسانه وتارة بقلبه وتارة بماله، وهو مقدم في ذلك على جميع الصحابة رضوان الله عليهم. من فضائله أيها الإخوة الكرام إنجازاته، فقد كانت له رضي الله عنه إنجازات كثيرة أكثر من أن تحصر في مثل هذا المجلس. من إنجازاته رضي الله عنه إنفاذه جيش أسامة، إنفاذه جيش أسامة بن زيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الجيش الذي كان يجهزه، قال ابن كثير رحمه الله تعالى فكان خروجه في ذلك الوقت الجيش أسامة في زمن الصديق من أكبر المصالح والحالة تلك، فصاروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وقالوا ما خرج هؤلاء من قوم إلا بهم منعة شديدة، فقاموا 40 يوما ويقال 70 يوما ثم أتوا سالمين غانمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك قتاله المرتدين، هذا من أبرز وأشهر وأفضل إنجازات صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعظم فضائل أبي بكر الصديق صديق الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال وإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن أبا بكر قد شرح الله صدره لذلك فعرفت أنه الحق. وجاء عن وكيع بن الجراح قال لولا أبو بكر الصديق لذهب الإسلام، لولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لذهب الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هم الذين قاتلوا أهل الردة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هم الذين قاتلوا أهل الردة وعلى رأسهم أبو بكر. قال هم الذين قاتلوا أهل الردة وإمامهم أبو بكر. من فضائله أيها الإخوة الكرام وهي كثيرة جدا جمعه للقرآن، هذا من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رحم الله أبا بكر هو أول من جمع ما بين اللوحين. الجمع مر على 3 مراحل كما هو معلوم في أصول التفسير. أول جمع هو جمع أبي بكر رضي الله عنه. جاء في البخاري عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي، كان يعني من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إلي أبو بكر، اسمعوا هذا الحديث، قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة حينما قتل القراء أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن يضيع القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن. فقال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذا الكلام، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة أيها الإخوة الكرام كان مستقرا في نفوسهم أنه لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعجبون كيف نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قاله الصحابي الآخر كما سيأتي رضي الله عنه. فما كانوا يفرقون بين المتماثلات ولا يجمعون بين المتناقضات، كان هذا الأمر يبيدنهم وبعدهم، يحاربون البدع ويحاربون أهل البدع كلما سمحت لهم في ذلك. هذا الأمر يبيدنهم وبعدهم، يحاربون البدع ويحاربون أهل البدع كلما سمحت لهم في ذلك الفرصة، ولا يعبدون الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى وما شرعه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وعمدتهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكان هذا ديدنهم سواء فيما يتعلق بالجنائز والولائم فيها، أو في المقابر، أو في الطواف حول القبور وصرف العبادات لغير الله وغير ذلك. كان هذا دأبهم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وأقره فعلناه، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يقره نتركه. وهذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يكون عليه، وأن يجعله نهج حياة، وأن يجعله دينه ودأبه يمشي عليه طوال حياته، وأن لا يكون متناقضا فيقول هذا ليس من سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به ولم يقره، فإن هذا يجعل الإنسان موضع تهمة ويظهره متناقضا. قال رضي الله عنه: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. قال: ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. وهذا فيه من الأدب ما فيه، ليس المقام مقام الاستطراد فيه. قال: فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، أي لا نتهمك في ديانتك. كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن تجمعه. قال: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كرر نفس كلام أبي بكر رضي الله عنه: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال: فقمت فتتبعت القرآن أجمعه في الرقاع والأكتاف والعشب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى آخر الآيتين. وكانت الصحف التي فيها جمع القرآن عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ثم آلت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم انتقلت إلى حفصة بنت أبي بكر بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولعلي بنت أبي بكر بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولعلي قد جاوزت الوقت المأذون به، فأستسمح منكم على الإطالة. حقيقة هذا غيض من ثوب وسطر من كتاب كما يقال، وإلا إذا كان العلماء والأئمة ألفوا وصنفوا في فضائل صديق الأمة رضي الله عنه والمؤلفات الطوال، ثم أعقبوا كتبهم بقولهم: لم نوفي أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولا ألمنة من فضائله، فكيف بمن جمع سطرا أو سطرين ثم نقلهما إلى إخوانه أن يزعما بأنه وفى الصحابة رضي الله عنهم حقهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم